يا مساء الفل. انتوا عارفين ان الشتاء بيقرص قوي، البرد يدخل جوه العظم، مفيش غير حلة واحدة الكل بيجري عليها، الأكلة اللي ريحتها كل الشوارع والميادين، بناكلها واحنا واقفين وبناكلها كمان واحنا تحت اللحاف. حكايتنا النهاردة بتدفي القلب وبتغذي الروح، حكايتنا عن الراعي الرسمي لليالي الشتاء، عن الأكلة اللي بتجمع بين الفايدة والحلاوة والطاقة. وهاتوا كوباية الشاي، يلا نعرف سر الحبة كاملة، ونعرف حكاية السوبر فود المصري اللي سبقنا بيه العالم من آلاف السنين. يلا نعرف حكاية البليلة. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. انتوا عارفين ان البليلة دي أقدم وجبة فطار في التاريخ المصري القديم، هو أول من روض القمح. البليلة في أصلها قمح مطبوخ، وكانوا الفراعنة بيقدموها في أعياد الحصاد، ومن اسمها بليلة جاية من بل الحبوب في المية مدة طويلة علشان فترة تتفتح، ودي الخطوة الأساسية في صناعتها. البليلة مش مجرد طبق للتحلية، ده كنز غذائي، وتقدر تقول صيدلية في طبق. عندك مثلا الحبة الكاملة، القمح بيستخدم في البليلة يكون القمح المقشور، وده بيحتفظ بجنين القمح والنخالة، يعني ألياف طبيعية تنظم الهضم وبتخسس، بتديلك إحساس بالشبع لمدة طويلة. وطبعا مليانة بمجموعة من فيتامين بي اللي بتقوي الأعصاب وبتزود التركيز، وعلشان كده هي الفطار المثالي للطلبة. وكمان تعتبر بروتين وطاقة، علشان لما نضيف لها اللبن تعتبر وجبة بروتين متكاملة، وبتدي طاقة فورية بتدفي الجسم في ثواني. والست المصرية الشاطرة هي اللي بتعرف سر الصنعة، اللي هو لازم القمح يفضل في المية ليلة كاملة علشان يفشر، يعني يفتح زي الوردة. التكات بقى اللي تخليها زي المحلات وأحلى، زي رشة فانيليا، حتة قشطة، وبعدين تسويها على نار هادية زي الفول المدمس، وشوية مكسرات أو كنافة محمرة اللي يحب يدلع الطبق. انتوا عارفين إن العالم كله دلوقتي ياخد الشوفان كفطار أساسي. في مصر عندنا البليلة من آلاف السنين، وهي بتتفوق على الشوفان بالطعم والقيمة الغذائية، وكمان أرخص وأقرب لقلبنا. البليلة هي حكاية الستر والبركة في البيوت المصرية، طبق بسيط بس بيغذي عيلة كاملة وبيديها طاقة تقدر تعدي بيها اليوم. يا ريت نرجع نخلي البليلة هي فطارنا الأساسي، ونعلم أولادنا عليها وبيحبوها أحسن من الأكل المعلب. قولولي بقى، بتحبوا البليلة سادة وباللبن والسكر، ولا بتحبوا تحطوا عليها القنبلة والقشطة؟ وخلصت كوباية الشاي وخلصت مع حكايتنا النهاردة. بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير، استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ الله.